النهارده انا جاي اكلمك عن جهاز فعلا سامسونج نزلته بالغلط كتسعير وكامكانيات. كل اللي اقدر اقوله ان سامسونج قررت انها تاخد الاس 24 بلس وتنزله لنا السنه اللي بعدها ويبقى اسمه اس 25 اف اي، مع اختلاف شويه الوان. مفيش اي اختلاف بين الجهازين دول. سامسونج قررت ان المعالج اللي يجي في اس 25 اف اي يبقى الاكزينوس 2400 اللي هو المعالج بتاع الاس 24 بلس. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت هتاخد اداء موازي، او نقدر نقول ان الاس 25 اف اي هيديك اداء تقريبا زي السناب دراجون ال 8 جين 3، وده في الفئه السعريه اللي نازل فيها التليفون في مصر المجنونه اللي هي 31,000 جنيه. افضل قيمه مقابل سعر ممكن تاخدها من سامسونج او حتى غير سامسونج. بصراحه التسعير كان نازل ضربه معلم من سامسونج. حتى الشركات الصينيه اللي بتقدم لك تليفونات في الفئه دي ما تقدرش تقدم لك كل الباكج اللي موجوده في الاس 25 اف اي بنفس الفكره دي، اللي هو انت معاك كل حاجه، معاك سوفت وير، معاك كاميرات، معاك هاردوير، معاك تصميم. الناس في ناس كتير بتعلق على التصميم وبيقولوا ان سامسونج مش بتميز الفئه دي ومخليها شبه فئه الايه. بس انا بشوف ان دي يعتبر هويه لسامسونج. فكره ان انت تشوف التليفون تعرف ان ده سامسونج، دي اللي سامسونج بتسعى له الوقت ده، مع بطاريه 4900 ملي امبير، مع سرعه شحن بتوصل ل 45 واط، وكمان شحن لاسلكي 15 واط. فانت مفيش اي تنازل من ناحيه البطاريه، تقريبا زيها زي اي فلاج شيب سامسونج بتقدمه، مع رامات 8 جيجا وستارت مساحه عندنا في الوطن العربي وفي مصر 256 جيجا، وحجم بوصه 6.7 من 10 بوصه. وانا اشوف ان الحجم ده ممتاز قوي في فئه الاف اي، لانها كان حجمها اصغر من كده السنين اللي فاتت وبدات تكبر مع الاس 24 اف اي اللي كان بالمناسبه جهاز حلو قوي، بس كان تسعيره في مصر غلط. واكيد شاشه سامسونج ال 6.7 بوصه دي يعني لا غبار عليها. مش هنتكلم على الالوان، 120 هرتز ودعم للاتش دي ار 10، هتاخد شاشه ملهاش منافس. ننقل على الكاميرات، والجهاز بيجي بثلاث كاميرات خلفيه: 50 ميجا بكسل كاميرا اساسيه، 8 ميجا بكسل كاميرا تيليفوتو للزوم، و12 ميجا بكسل الترا وايد. بيدوك تجربه كاميرات استثنائيه في سعره. انا بصراحه من الناس اللي بتحب سوفت وير سامسونج في التصوير وبتحب النتائج اللي سامسونج بتطلعها. فالجهاز ده مش هيأثر معاك في جيمنج، مش هيأثر معاك في اي تاسك تقيل هتعمله عليه لانه فلاج شيب. فان انت تاخد فلاج شيب من سامسونج بالسعر ده، دي معادله صعبه قوي. فالجهاز ده بجد احسن جهاز في فئه الفلاج شيب كيلر دلوقتي تقدر تشتريه وبس. ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب، وتقول لنا في الكومنتات لو عايزنا نتكلم عن تليفون تاني. كان معاكم حازم تك فيو، سلام.